هل سمعت يوما عن إناء عطري صنع على هيئة أسد يحرس رائحة بقيت حية ل3000 عام؟ قبل أن نكشف سره أخبرني في التعليقات ما أغرب كنز تتوقع أن يخرج من مقبرة توت عنخ آمون، ولا تنسى الإعجاب والمتابعة، فهذه مجرد بداية. هذا الإناء تحفة من الألابستر المصري بارتفاع يقترب من 60 سنتيمترا، تحديدا 59 سنتيمترا و17 سنتيمتر، وعرضه 16 سنتيمترا و18 سنتيمتر، وطوله 19 سنتيمترا، لكن قيمته تتجاوز كل الأرقام. عثر عليه داخل الغرفة الجانبية واقفا في صمت على هيئة أسد متوج ينظر إلى المجهول منذ الأسرة 18. أسنانه ولسانه صنعا من العاج، أما أقراطه ومخالبه فاختفت مع الزمن، ويرجح أنها كانت من الذهب. ويذكر هوارد كارتر أنه حين اقترب منه للمرة الأولى وجد داخله بقايا مرهم عطري أسود، مادة دهنية جفت ببطء وظلت صامدة عبر آلاف السنين، وكأن رائحة الملك لم تشأ أن ترحل. وعلى صدر الأسد نقش اسم الملك توت عنخ آمون إلى جانب اسم زوجته عنخ إن آمون. أما غطاؤه المصنوع على هيئة تاج فقد وجد ملقى إلى جانبه مع شرائح كتانية كانت تثبته فوق رأس الأسد. هذه ليست مجرد آنية، إنها ذاكرة حجرية لعالم مضى وما يزال يتنفس في صمت. تابعني، فكل قطعة من كنوز الملك الذهبي تحمل سرا أعظم مما نظن.